بسم الله. اليوم قلت سوف أخبز خبزا، وهو خبز نوع الصامولي، وهو عبارة عن طحين أبيض وخميرة وحليب وزبدة وبيض وكأس للمعيار وسكر لم يضح جيدا، نصف ملعقة ورشة ملح وآنية ضخمة وكنكة أو ركوة أو غلاية. نبدأ. خطوة: ناخذ ربع كوب حليب ونسكبه في هذه، وقطعة صغيرة من الزبدة، وأقل من الربع ماء. نحطهم قليلا على الضوء، الموقد الفرن، ونخليه حتى تذوب الزبدة. الخطوة التي تليها: نسكب كأسا من الطحين، هذه طبعا صامولية واحدة لشخص، والملح والسكر والخميرة كأس واحد، ملعقة واحدة، ثم نحركها هكذا حتى تختمر. بعد ذلك نحضر المخفقة ونخفقه هكذا. بعد أن انتهى نأخذ الحليب مع الزبدة ونسكبه هكذا ونحركه حتى تتعجن. لكنها لم تصبح عجينة، أعتقد أنها تحتاج إلى ماء. سوف نعبيها قليلا ماء، نعبيها حتى تصير عجينة. بعد ذلك نحضر الدس ونعجن. صراحة أول مرة أعجن في حياتي، شعور جميل، لكنها إلى الآن لم تصبح عجينة كاملة، تحتاج إلى قليل من الماء. وها أنا أعجن. صعب تعجن بيد واحدة، لكن صراحة مضبوط العجينة، ما أدري شلون أتركها أفرغهن. لكن نخليها تقريبا، عقب ما عجناها نخليها ساعة حتى تقوم الخميرة بمفعولها، ونعود بعد ساعة. ها أنا ذا غطيتها ونتركها لساعة فقط. عندما كنت صغيرا كنت أضع الطحين هكذا وأشمه على أنه هيروين، وكان يصبح فأستنشقه ويصبح عجينا في أنفي، فكانت طفولة رائعة. فكانت هذه نتيجة كثرة المسلسلات الكويتية تسببها الأمور. ثم نأخذ صفار البيض ونضعه في هذا، وشوي حليب يختلط. بعد ساعة نفتحه. صراحة كبرت يعني عن قبل. نقوم الآن سوف نخبزها، نسوي بها أشكال شكل. أول شي ناخذ شوي طحين، نسوي زي كذا كذا، الخبازين يسوون. ثم نأخذ هذه، أعتقد هكذا. سأشكلها وأعود إليكم. ثم نقوم هكذا. إذا صارت طرية نضع عليها شوي طحين لين تصير ثقيلة. صراحة صعب الخبز، أحسبه سهل. بشكلها وأعود. صراحة شيء حلو إنك تسوي كذا. ها أنا انتهيت من قولبتها، ونقوم بنسوي كذا. بعدين نجيب الخلطة هذه، وندعها في الفرن البارد. يعني نخليها، يعني ما نشب على الفرن، نخليها لمدة امسح دقيقة. نأسف على الخلل. حصل خير. نخليها ساعة، يعني نخليها العجينة ساعة، بعد ساعة نفتح الفرن ونكمل. بعد ساعة من تركها، لقد أشعلت الموقد قبل ربع ساعة، علينا أن نشعله قبل ربع ساعة من وضعها، ونضعها في الفرن وننظر ماذا سيحدث.
أحلق شاربي إن ضبطت. ها هي بدأت تنتفخ، وبعد 10 دقائق رائحة، رائحة احتراق صراحة. نرفعه قليلا للأعلى حتى تنضج من أعلى. وها هي انتهت بعد ربع ساعة من التعب. أصبحت، الله، يفترض أنها صامولي بس حدث لها تشوه وأصبحت هكذا. نقوم بإزالتها، إنها ملتصقة جدا. سأعود بعد قليل. وها هي فكيتها من هذه أشياء طبعا ما طلعت تطلع. اكتشفت أن مهنة التخبيز صعبة صراحة. ها أنا أجربها الآن. صراحة طلعت لذيذة، بس ما فيها أي طعم صامولي يعني. خبز من نوع ثاني يعني. لو رحت شريت لي جاهز والله أريح. 2.5 ساعة وأنا أسوي، خلت طلع لي خبز مو بصامولي. أنا أشرب عصير خوخ عقبي. بالعافية.